اهلا بكم في حلقه جديده في مطبخ فيري. النهارده كلنا شايفين اعياد الربيع هل علينا، فعشان كده كلنا بنحب ناكل الحاجات اللي فيها فسيخ وفيها رنجه. في ناس كده ما بتحبش تاكلها، لكن انا هعملها لكم النهارده بطريقه هتخليكم تحبوها، لان احنا هنشيل نسبه الاملاح الموجوده مع الرنجه. اول حاجه مقاديرنا هيكون كيلو من الرنجه، انا بس حبيت حتى اوريكم هنقشرها ازاي. وهنا حوالي ربع كوبايه من عصير الليمون. انا خالي الرنجه هنا حوالي كيلو، لكن هوريكم هنخليها ازاي برضو. وعندي هنا بصل اخضر متقطع، وكمان شويه من الكرفس الاخضر، شويه من الجزر. ممكن احط معاها بطاطس مسلوقه لو حابب، بطاطس مسلوقه تبقى طعمها حلو قوي. بس تعالوا بقى نعمل الدريسنج بتاعنا او صوص التتبيل. اول حاجه هناخد كده معلقه من الكزبره الناشفه ومعلقه كمون، وهنحط عليها عصير الليمون، وكمان هنحط كميه من زيت الزيتون، حوالي 3-4 معالق زيت زيتون. جميل كده. انا عندي صوص التتبيل اللي انا بقول عليه، هنقلبه تقليبه كده، وبعد كده هننزل عليه بالرنجه كلها اللي احنا خاليينها مع الخضروات بتاعتي. هنحط البصل وهنحط الجزر، وكمان هنحط معاها الكرفس، ونقلب كل المقادير دي مع بعض كده اهي. ليله شم النسيم بالليل نعمل الخليط ده كده ونسيبه في المارينيتد ده لتاني يوم. تعالوا بقى تاني يوم نسيبها على جنب. تعالوا بقى نشوف الاول هنقشر الرنجه ازاي. زي ما وعدتكم هوريكم تقشيرها ازاي. هنولع النار كده ونجيب واحده اهو ونمشيها كده على النار. شايفين هي اول ما هتشم النار معايا هتلاقوها الجلده بتاعتها بتكرمش بالراحه. حبيت اوريكم بس الطريقه بتاعت ان احنا نخلي الرنجه ازاي بمنتهى السهوله اهو. شايفين الجلده عملت ازاي؟ هستنى برضو في الناحيه التانيه لغايه ما الجلده كده تلاقوها بتتقشر لوحدها اهو. بعد كده هنجيبها نشيل الجلده دي بالراحه اهي، تطلع معانا بمنتهى السهوله. شايفين لازم عمليه التسخين دي بتشيل معايا الجلده بمنتهى السهوله اللي انتوا شايفينها دي اهو. وبعدين ناخد كده لغايه الاخر كل الجلد، ويبقى بعد كده سهل معانا ان احنا نطلع الفيليه. هناخد برضو العظمايه اللي هنا دي كده. شايفين ايدي بقى بتمشي مع الظهر كده بمنتهى السلاسه، هتلاقوها طالعه معايا قطع سليمه. الرنجه تطلع معايا مخليه سليمه زي ما انتم شايفين كده. وكمان ناخدها بقى نقطعها ونحطها في المارينيت ده. بعد ما عملنا كده ووريتكم ازاي تخلوا الرنجه، هنجيب طبق فيه خس فقط، اوراق خس كابوتشا، واحنا مبيتين الرنجه دي من امبارح بالليل. ناخدها كده نحطها جوه الاوراق الخس دي، وناخد كل الكميه نحطها جوه الطبق. طبعا الطبق ده مش يكفي واحد بس، ده يكفي الاسره كلها، يعني يكفي مثلا 5 افراد، اكتر من 5 افراد. ما تبقاش ما تعملوش زي حالاتي كده. ممكن الطبق ده انا اكله لوحدي يعني، لان انا بحب الحاجات اللي فيها رنجه وفيها حاجات حريفه يعني. بالهنا والشفا، كل سنه وانتم طيبين. وده طبق سلطه الرنجه بقدمه لكم بمناسبه شم النسيم. يا رب يجعله عيد ربيع علينا جميعا. انتظرونا دايما في كل ما هو جديد في مطبخ فيري. وطبعا بعد ما خلصنا طبق سلطه الرنجه ده، فضل معانا الحاجات الدهون اللي موجوده في الطبق. مفيش اقوى من فيري، لان كل الدهون دي ما بتطلعش غير بفيري، اقوى سائل لازاله الدهون.